ابونا يصلي المزامير، وده طقس غلط. طقس داخل على الكنيسة، دخيل على الكنيسة. كل الخلاجيات مفاجأة، صح؟ عشان كده ما بصليش المزامير للأسباب اللي هقولها. الخلاجيات كلها لغاية سنة 1938 لا ذكر للمزامير في القداس. امال ايه اللي كان بيحصل؟ كان بيحصل الآتي: الكنيسة الأولى كانت ولغاية القرون الوسطى يعني كان يروح الكنيسة 3 مرات، مرة بالليل في عشية، ومرة باكر، ومرة قداس. نص ساعة نص ساعة ساعة، مذكورة كده بالظبط. عشية نص، باكر نص، القداس ساعة واحدة بعد ما طال. فكان العشية تتصلى ويصلوا ورا المزامير، باكر يتصلى ويتصلى ورا المزامير، والقداس لوحده زي ما احنا بنصلي تعالى بعملك بالظبط كده، بس باكر لوحده كمان. باكر ممكن يتصلى الصبح، نيجي نصلي القداس على طول على طول. فاهمين ديت؟ ما عدا ايام الاحاد الناس تصلي باكر وما تصليش مزامير وتخش على القداس على طول. اللي حصل ده اضافات في القرن العشرين. طب احنا لينا الطقس الاصيل ولا اضافات ما نعرفش مين حطها؟ بدليل ان مين بيحضر معنا مثلا عيد القيامة او عيد الميلاد ما نصليش مزامير. ليه؟ ده الطقس الاصيل، يزفوا الحمل كده من ورا بدون مزامير، مفيش مزامير. طب ليه مفيش مزامير؟ اقول لكم ليه، وانا ده اعتقادي الشخصي يعني. حبيبي هو مش حشو، المزامير ليها مكانها، المزامير ليها اجتماعاتها غير القداس. الأجبية ليها مكانتها مش جنب القداس، مش مع القداس. فكان في اجتماعات صلاة يعني الناس تصلي باكر وتقعد تقول مزامير بفرح وبترتيل، لكن اللي بيتصلى في القداس ده ايه؟ بالأجبية. أبونا والشمامسة يصلوه سر. احنا مفيش ترتيب مزامير سر في الدنيا، لأنه طقس دخيل إن احنا نصلي المزامير وسط القداس، دي ما حصلتش. احنا بنعمل كده ليه؟ في حد لعب في القصة ومسكنا فيها. مشكلتنا إن احنا اتولدنا جينا لقينا ايه؟ لازم تصلي مزامير. وأنا حصل معايا